بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناة منوعات شرقية مع يوسف. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الستريبس أو صوابع الدجاج المقرمشة. إن شاء الله هنغطي على كنتاكي وهنعمل أكل بره هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإزاي يطلع معاكي مقرمش من بره وطري كده من جوه واللون موحد أول واحدة زي آخر واحدة. هنقول الكلام ده كله في الفيديو بتاعنا، بس قبل ما ندخل في الحلقة بتاعتنا ما تنسوش لايك من ايدكم الحلوة دي لدعم الحلقة. لو كنتي اول مرة تزوري قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي بإذن الله. يلا بينا كده على بركة الله نبدأ نشوف المكونات وطريقة التحضير، وبتمنى لكم دايما مشاهدة ممتعة. قبل ما تخشي في الحلقة بتاعتنا يا ريت تدعميني باللايك للستريبس الجميل بتاعنا ده. اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده معايا صدور دجاج مقطعاها صوابع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، والكميه بقى حسب عدد افراد اسرتك، يعني ممكن تعملي صدر واحد ممكن تعملي صدرين حسب ما انت عايزه. اول حاجه معايا هنا معلقتين توم بودره على بصل بودره الاتنين كده في علبه واحده، وكمان معايا هنا معلقه كاري، وكل حاجه هناخد معلقه صغيره، وكمان معلقه صغيره من الكركم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده في طبق كبير علشان نعمل الوصفة بتاعتنا بطريقة جبارة، وكمان معلقة جنزبيل، وكمان معلقة بابريكا، وكمان معلقة فلفل أسمر، وكمون، ومعلقة كبيرة من الملح. كده انا حطيت كل البهارات اللي انا استخدمتها. معايا هنا صويا صوص هاخد معلقة كبيرة، وكمان معايا كات مستردة هاخد برضو معلقة كبيرة من المستردة، وكمان معايا كاتشب هاخد برضو معلقة كبيرة من الكاتشب. يعني كل حاجة من الصوصات دي خدنا معلقة كبيرة، والبهارات خدنا معلقة صغيرة، وكمان معايا معلقة كبيرة من الخل، والملح حطينا معلقة كبيرة من الملح، وكمان حطيت معلقتين من الثوم بودرة لان الاتنين محطوطين على بعض، يعني يعتبر معلقة صغيرة ثوم بودرة وبصل بودرة. نضرب كل الكلام ده كله كده مع بعضه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، وبعد كده هنزل بصوابع الدجاج زي ما حضراتكم شايفين. تتبيلة رائعة وطريقة ممتازة جدا جدا بجد، هتعشقوها لما تجربوها. وداع كده لشراء كنتاكي من بره بجد كده. احنا هنقطع على كنتاكي بالوصفة بتاعتنا دي النهاردة، هتكون وصفتكم ان شاء الله جميلة جدا لو جربتوها على طريقتي. وزي ما بقول لكم في كل فيديو التجربة خير الدليل، يعني جربي واحكمي بنفسك. بجد كان طعمه فوق الروعة وممتاز جدا جدا جدا، وامشي على الخطوات وما تجريش الفيديو عشان كل يعني شو يعني كل طريقة كل خطوة ليها فايدة يعني. جبتها يعني غطيتها كده بورق ستريتش او بكيس تلاجة، وحطيتها في التلاجة 6 ساعات 4 ساعات ليلة كاملة حسب الوقت اللي كافي عندك. انا سبتها ليلة كاملة لاني كنت عايزاها تتبل كويس جدا، وكان عندي وقت كافي. جبت طبق كمان ونعمل الكفر الاولاني، حطيت كده كوباية دقيق عليها نص كوباية نشا، وكمان حطيت البهارات اللي احنا حطيناها على الفراخ. حطيت من كل حاجة بقى حاجة صغيرة كده على الكفر بتاعنا ده، وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. وبعد كده هننزل بالمية بتاعتنا. انا استخدمت في الوصفة بتاعتنا دي كوباية او نص من المج الصغير ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا حسب الدقيق ما يشرب معاكي، يعني ممكن ياخد معاكي كوبايه ميه، وممكن ياخد كوبايه ونص حسب الدقيق ما يشرب معاكي السوائل. وانا عايزه الوصفه بتاعتي دي السائل اللي احنا عملناه دوت او الكفر يكون كده زي البان كيك، يعني الخليط بتاعه يكون سايب شويه بالشكل اللي حضراتكم كده. بدلنا اللي حضراتكم شايفينه بدلنا اقلب فيها كده لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه ويكون قوامه زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام كده. نركن بقى الكفر كده، ونركن صدور الدجاج او صوابع الدجاج، ونجيب بقى الصينيه الجميله ديت ونحط فيها كوبايه دقيق، نعمل الكفر التاني، وكمان عليها نص كوبايه نشا، وكمان عليها كوبايتين خلطه كنتاكي زي ما انتم شايفين كده. بجد يعني وصفه جميله جدا، وبجد هتعشقوها، وكل هيدوها من تحت ايدك هيشكرك عليها لانها مميزه جدا جدا، احسن من اللي بنشتريها من المطاعم كذا مره يعني. بجد وصفة ممتازة ممتازة ممتازة.
زي ما انا قلت لك امشي على الخطوات وان شاء الله هتعملي الستريبس يعني ناجح 100%. هنا بقى حطيت ايه، استكفيت بنص معلقه ملح صغيره لان انا مش محتاجه بهارات تاني، لان الصدور فيها بهارات كتير، وكمان الكفر الاولاني فيه بهارات، فانا استكفيت بالبهارات اللي هنا وهنا، وحطيت نص معلقه ملح صغيره في الكفر التاني. وكمان بقى نزلت بالستريبس كده في الخليط اللي احنا عملناه دوت زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هاخده على الدقيق وخلطة كنتاكي اللي احنا عملناها دي. وطبعا النشا ده اللي هيخلي لك الستريبس بتاعك مقرمش، ومش هيخليه يتحرق معاكي، وهيخليه يستوي براحته خالص. اول يعني لما تيجي تحطيه في الزيت ما يشعوطش، وياخد وقته في السوى، وكمان يكون مستوي من جوه ومقرمش من بره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. بغلفه كويس جدا. وكمان جبت صينيه كده وحطيت فيها كيس نايلون، ورشيت عليها رشه من الخلطه اللي انا عاملاها دي علشان الستريبس ما يلزقش في بعضه. وكمان كل واحده كده مش متلزقه في بعضيها، يعني حاولي ان انت ايه تبعدهم شويه عن بعض كده عشان ما يلزقش معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باخد صدور الدجاج وبحطها في الصوص اللي احنا عملناه الجامد دوت، وبعد كده بنزل على الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. احلى وصفة للستريبس ممكن تعمليها. شايفين بالطريقة دي؟ وطبعا يعني طريقة ممتازة جدا، تقدري تعملي بقى وتفرزي منها لو الكمية كبيرة عليك. هعمل كل الكمية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي لحد ما الكمية كلها تخلص معايا. خلاص هنا انا خلصت كل الكمية، وهدخلها بقى في التلاجة ساعة، وبعد ساعة نشوفها مع بعض. وخلاص يا حبايبي يا حلوين، بعد مرور ساعة دي الستريبس بتاعنا. وكمان جبت طاسة على النار وحطيت فيها زيت غزير، وسبت الزيت بتاعي يسخن. وبعد ما يسخن بقى هنزل عليها صوابع الدجاج زي ما انتم شايفين كده. يعني الزيت ولا يكون ساخن قوي ولا يكون بارد، يعني يكون الزيت سخن، درجة حرارته حلوة متوسطة يعني، علشان الستريبس ما يتحرقش منك ويشعوط. اول ما ياخد لون بنقلبه على الجهة التانية كده زي ما انتم شايفين. لونه ممتاز 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 بجد، يعني لونه ولا اروع. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ بجد يعني يستحق لايك. لو كنت وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تبخليش عليا باللايك، ولو مش عجبتك الطريقة حط ديسلايك عادي يعني. شايفين؟ جبت بقى هنا طبق وحطيت فيه منديل كده، وبدأت اخرج عليه الستريبس. لونه ممتاز جدا جدا جدا، وبجد يعني هتعشقوه لما تجربوه. شايفين اللون؟ ممتاز ممتاز ممتاز. هبدأ انزل بقى بالكمية كده عشان احنا متبلينه كويس جدا، فما بياخدش سوا، بيستوي كده وبيبقى ممتاز جدا، وبيكون مقرمش من بره، وكمان طري من جوه. زي ما انتم شايفين كده الزيت بتاعنا ولا اتحرق ولا اسمر ولا اي حاجه خالص، زي ما يكون لسه حاطين اول رصه. كل الزيت لحد اخر رصه كان معانا ما شاء الله نضيف وزي الفل. هقلي بقى كل الكميه زي ما حضراتكم شايفينه كده، ونشوف الستريبس بتاعنا الجامد ابو ريحه ممتازه وطعم ممتاز ممتاز ممتاز. وده شكل الستريبس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله ممتاز جدا جدا بجد، يعني محتاج لايكات كتير جدا جدا علشان هو يستاهل بجد. ما شاء الله شايفين؟ ما شاء الله طري جدا من جوه ومقرمش، والكفر بتاعه ممتاز متماسك، مفيش ولا كفر وقع معانا في الزيت، كله كان متماسك. وحطيته في الصوص الجميل دوت. والصوص ده عبارة عن كاتشب ومايونيز ومستردة كده، مقلباهم على بعض، صوص خطير بجد بجد. مع الستريبس كان طعمه ممتاز ممتاز ممتاز.
طريقتنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة، ويا رب يكون طريقتي في عمل الستريبس تكون عجبتكم، وكل شيء كده بقدمه لكم يعجبكم. وبتمنى كده من اللي بيشوف القناة لأول مرة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس حتى يصله كل جديد. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، كانت معكم يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.